ده للمرة التالتة اهو، بدأت الدنيا اهو. الطبق التاني مفيش حاجة جات ناحيته لسه. إيه، بدأ يعني يقل غير الأول. أنا دي الفكرة دي اللي توصلت لها بصراحة يعني. وبعدين جبت المبيد اللي هو الملاسيون ده، بقيت أحط سنتي على بخاخة مية كده لتر، وببخ على شباك المطبخ كده و... وفي الاركان والارضيات، وامسح كمان بيه. فالحمد لله اختفى تماما يعني. بس انا حبيت انقل الفكرة دي، لقيتها نفعت. يعني نحط لهم اي حاجة كده، دي بواقي فراخ يعني. انا حتى لدرجة انا العظم بتاع الفراخ شايلاه في كيس في التلاجة وبطلع على القد، بس المهم ما يكونش طبق مبلول ولا بواقي الفراخ دي مبلولة. يعني اي حاجة، هم الحاجات الزفارة دي هم اللي بيتلم عليها اكتر. انا عايزة اقول لكم، انا السكر اهو، برطمان السكر جنبيه ولا حاجة، مفيش اهو، مفيش حاجة. وعندي علبة لبن بودر اي برضو مفيش يعني. هو الطريقة دي جابتهم بصراحة يعني، قضت عليهم. وبالذات كمان بعديها بالمسح بالملاسيون ده، المبيد الحشري ده. انا هنزل الصورة برضو بتاعته يعني، بتاعت المبيد يعني. هو مزعج ومقرف بصراحة يعني. ولو اتبعنا الخطوات دي في يوم في اتنين هتبصوا تلاقيهم اختفوا تماما يعني. ده الملاسيون اللي انا قلت عليه، وده بتاع شركة النصر. وفي اسم او مكتوب باسمهم اهو، نصر لاسيون. في حاجة اسمها ملاسيون شكله بالظبط يعني، ده الاصلي بقى بتاعه. دي الازازة دي ب100 جنيه. بتقعد كتير قوي. انا بس بجيبها عشان النجيلة عندي جنينة. فدايما بجيبها كل سنة. مكنتش اعرف ان هو ليه تأثير على النمل الصغير ده. انا كان عندي في الجاردن نمل كتير قوي من الكبير ده. وبنرش عشان الدودة بتاعت النجيلة في العموم يعني. فانا فكرت وشفت اجرب يعني كده. سنتي واحد على لتر مية، بيبقى لونه ابيض كده. ونبخ بيه على الحيطان، على البلاعات، على الارضية، نمسح بيه، نحطه في مية المسح التنظيف يعني. بس كده صدقوني. انا الطريقة اللي انا بقيت احط العظم بتاع الفراخ وارميه بقى واحطه في المية كده، النمل كله كان بيموت. قعدت كام يوم كده، وبعدين في الاخر ده وقائية، حاجة وقائية يعني. رشيت بقى بالمبيد ده. ولا نملة عندي الحمد لله، لا كبير ولا صغير ولا عنديش. انا حتى الدور ارضي عندي جاردن كبيرة. ما عنديش ولا حشرة ولا اي حاجة الحمد لله. ولا صرصار حتى ما تلاقيش، ولا اي حاجة عندي خالص. البيت زي الفل. وحتى الناموس صدقوني برضو جوه مفيش ولا حاجة خالص. فانا انصح بيه. هي بخاخة كده، راس يعني، راس بخاخة كانت عندي، حطيتها على ازازة بتاع المنظفات دوت. اي حاجة عندكم، اي بخاخة عندكم، حطوا سنتي على من المبيد على لتر مية بس. وهي دي حكايتي مع النمل. صدقوني تجربة مفيدة جدا. قلت افيد الناس بيها، ان بيشتروا لاستر وبيشتروا حاجات منتجات تانية ومن الصيدليات وحاجات غالية، ولا بتعمل. وانا جربت كل ده ولا بيعمل اي حاجة خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ونتقابل في وصفة بقى حلوة من المطبخ ان شاء الله. شكرا.